الزمالك بيخسر من اتحاد العاصمه بركلات الترجيح بايدينا، مش بايد حد تاني. والله احنا بنضيع من نفسنا بطولات سهله جدا. بس هنقول ايه؟ ما عندناش مدرب، ما عندناش لعيبه عندها دم. انا مش فاهمه في ايه بصراحه. بس اول حاجه انا لازم الومها هي المدرب. ليه؟ لان انت بتلعب على ارضك في وسط جمهورك، صح؟ سايب الاستحواذ لاتحاد العاصمه، الخطوره مع اتحاد العاصمه. انت ما تستحقش المكسب يا حبيبي، انت ما تستحقش المكسب. يعني انا مش فاهمه بجد. اما انت بتلعب ايه الفرق ما بين على ارضك وبره ارضك؟ لما الاستحواذ في الحالتين معاهم، الخطوره معاهم، انا استفدت ايه بقى من على ارضي من بره ارضي؟ مش فاهماها دي. خايف ومتوتر طول الوقت. اول ما جبنا هدف كلنا تراجعنا فجاه. ليه ما نجيبش هدف واتنين وتلاته؟ ليه منبه على اللعيبه ان هي تفضل في مراكزها ما تتحركش؟ يعني فتوح في مركزه مش بيتحرك، محمد ابراهيم في مركزه مش بيتحرك. ايه اللي بيجرى لنا؟ انا مش فاهماها دي. طبعا المدرب النهارده زفت، ومش النهارده بس على فكره، النهارده والمره اللي فاتت كان زفت. دايما جبان ومتوتر، ما بيعرفش يدير الماتشات الكبيره. يعني بطوله سهله جدا على ارضك، سهله. احنا بنعمل في نفسنا كده ليه بقى؟ بطوله سهله جدا، ومحدش بقى يطلع يلوم لي عواد انت ازاي ما تصدش ركلات ترجيح، عشان ده كلام اللي بينقطني. عواد ايه اللي هيصد لك ركلات ترجيح؟ معلش، وانت راكنه بقالك كام شهر دلوقتي؟ بقالك 6 اشهر راكنه، هيصد لك ايه؟ معلش، كفايه الكره اللي صدها في الماتش اصلا كانت صعبه جدا. فانا مش فاهماها دي. احنا بنهزر يا جماعه، احنا بنهزر. وبعدين النهارده في الملعب كلنا الاداء البدني بتاعنا وحش جدا، وحش سيء. يعني المعلق نفسه لاحظ احنا بدنيا صفر. ايه بقى اللي بيحصل؟ تخيل لما تبقى على بعد خطوتين من بطولتين، ضيعت واحدة منهم النهاردة. انت متخيل؟ انت يعني خسران بره ارضك 1-0. سهل تحط على ارضك جونين، سهلة جدا. لكن ازاي؟ هو الباشا خايف ومتوتر، فحطت لك تشكيل خايف ومتوتر زيه. فانا مش قادرة افهمه بصراحة. يعني ادم كايد كان وحش، وحش جدا، وحش قوي. الكرة بتتقطع منه بسهولة، يعني مش عارف حتى يحتفظ بالكرة لمدة 5 ثواني. شيكو بانزا زفت، الكرة بتتقطع منه برضو، مش عارف حتى يستلمها. انت متخيل؟ حتى يستلمها. وقلت انا قبل الماتش ده مش ماتش شيكو بانزا، ده مش ماتش شيكو بانزا، صح؟ منزل ناصر منسي في الاخر يعمل لك ايه؟ يهبب ايه؟ هيهبب ايه؟ ما مش هيلحق يعمل حاجه. والله ما هيلحق. وفعلا ما لحقش. هي كرة واحده اللي جات له حطها كويسه جدا، بس الحارس بتاعهم كويس جدا برضو وطلعها. انت بقى منزله للاخر ليه؟ يعني انا راضي ذمتك وضميرك يا شيخ. يعني معتمد جمال ده انا بس نفسي افهم دماغه. يعني مين الاجهز فنيا، سيف الجزيري ولا ناصر منسي؟ انا عايزه حد عاقل يرد عليا، عشان بحس ان هو والله العظيم في كده يعني مشاكل في معتمد جمال، مش قادره افهمها دي. يعني مين الاجهز والله اللي ياخد وقت اكتر، ناصر منسي ولا سيف الجزيري؟ اكيد ناصر منسي وش. يعني سيف الجزيري ده انت تنزله لما يكون خلاص خربت، لا نافع معاك عدي ولا نافع معاك ناصر، لكن بتدي وقت اكتر لسيف الجزيري. طيب خلاص. فتوح وحش قوي قوي، ومحتفظ بيه مش فاهمه ليه. محمد اسماعيل النهارده كان هيتسبب علينا في ضربه جزاء، وعلى فكره هي كانت ممكن تتحسب ضربه جزاء عادي خلاص. طب الونش ما كان موجود اصلا عندك، والونش خبره اكبر بكتير. الونش خبره، يعني ده لعيب دولي يا جماعه. الونش خلاص نسينا، بقينا نقعده دكه. يعني حسام واسماعيل يبقوا في الملعب والونش دكه.
تشكيل ما يعلم بيه الا ربنا، ومنتظرين ان احنا نكسب، ومنتظرين ان السيناريو بتاع 2019 يتكرر. ازاي؟ حد يفهمني ازاي؟ هو اصلا مش سايب ناس في الملعب بتعرف تشوط ضربات جزاء. يعني انت متخيل ان انا كنت خايفه من كل اللعيبه ما عدا عبد الله السعيد؟ خلاص. وشويه شويه ناصر منسي، اللي بعد كده كلهم انا خايفه، اقسم بالله كلهم انا خايفه. يعني محمد السيد ضيع قبل كده، حسام عبد المجيد ضيع قبل كده وضيعنا معاه، ايشو ناشئ. خلاص. فانا مش فاهماها دي. يعني انت بتطلع عدي الدباغ اللي هو اصلا انت ناوي على ركلات ترجيح ومع ذلك طلعته. طب سيبه هينفعك في ركلات الترجيح، ما هي كده كده خربانه وانت بتدافع اساسا. فبصراحه انا يعني بجد حسبي الله ونعم الوكيل في معتمد جمال، عشان انا بشوف ان البطوله دي هو اللي ضيعها من ايدينا من اول مباراه الذهاب. هتقول لي الزمالك خلق فرص واللعيبه ضيعت، هقول لك حبيبي الزمالك خلق فرص قليله بالنسبه ان فريق اتحاد العاصمه مش يعني الخطير المرعب. لا انت كنت عارف تخترقه هناك، وبالتالي كان المفروض تصنع فرص اكتر من كده بكتير. نفس الموضوع هنا. انت هنا بتعمل ايه؟ اول ما جبت الهدف خفت، اترعبت، اكنك بتلعب برشلونه وتراجعت، وبالتالي انت ما قدمتش اللي عليك، فما تستحقش البطوله. خلاص. الزمالك ما كانش يستحق البطوله، دي حقيقه. ليه؟ عشان المدرب اللي معاك جبان. يعني اللعيبه نفذت تعليمات المدرب، فبالتالي هو المدرب الغلطان. جميل. خلاص البطوله خلصت، وكل ده كل الاشخاص دول لازم يتحاسبوا على فكره. يعني معتمد جمال لازم يتحاسب لانه يتحمل مسؤوليه البطوله، بس مش هنحاسب دلوقتي.